كدمات وسحجات في جسده، انتفاخ بالجسد بسبب مرور أكثر من 24 ساعة على الوفاة. خبر حزين أحزن الوسط الفني اليوم، وهو وفاة الملحن محمد رحيم، واللي تم تأجيل الجنازة لأكثر من مرة بسبب وجود شبهة جنائية. بعد الكشف المبدئي عليه تبين وجود زرقة شديدة بالوجه وخروج دم من الأنف، ووجود خربشة بكف اليد اليمنى، مع وجود جرح بزوايا الفم اليسرى، وآثار كدمات بالساق اليسرى، وانتفاخ بالجسد بسبب مرور أكثر من 24 ساعة على وفاته. انتقل فريق من مباحث الجيزة والطب الشرعي ورجال الأدلة الجنائية إلى شقة الملحن محمد رحيم بمنطقة الهرم بعد وفاته أمس لإجراء معاينة للشقة ومناظرة الجثمان، بعد أن حضر شقيق الملحن إلى ديوان قسم شرطة الهرم وأقر بأن هناك اشتباه في وفاة شقيقه، وده بعد ما أظهر تقرير مفتش الصحة أن هناك كدمات وسحجات في جسده بعد الكشف المبدئي عليه. تفحصت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات وفاة الملحن محمد رحيم للوقوف على ملابسات الواقعة وبيان مدى وجود شبهة جنائية في وفاته من عدمه. أنا محظوظ بوجودكم في حياتي، وإن شاء الله هرجع بطاقة أكبر علشان أحاول أسعدكم بكل الطرق. أنا هرجع علشان خاطركم انتوا بس، يا أعظم جمهور وعيلة في العالم. ربنا ما يحرمنيش منكم أبدا. دي كانت آخر رسالة من الملحن محمد رحيم قبل وفاته، وبعد تراجعه عن اعتزاله الفن بسبب عدم التقدير. كان دايما بيشتكي إنه مش واخد حقه إعلاميا، رغم إنه من أهم ملحنين العالم بجوائز عالمية رسمية ومعتمدة، إلا إنه إعلاميا ما كانش حد بيهتم بالجوائز دي ولا كأنه عمل حاجة. محمد رحيم مات من المجاملات والمحسوبية والترند الزائف. إمتى الفنان الحقيقي في الزمن ده هياخد حقه؟ إمتى اللي أضافه متع الناس هو اللي يتصدر المشهد؟ الملحن محمد رحيم مات وما خدش حقه في الشهرة، لأنه ما كانش جعجاع. قد إيه كان فنان موهوب، ويدوبك لسه بيبتدي ينور تاني بعد ترند عمرو دياب بتاع أغنية وغلاوتك ملحقش يفرح بيه، وكأن العالم كله اتفق على إن يعرفه ويقدره ويعرف قيمته ويودعه قبل رحيله. قبل وفاته بفترة قليلة أعلن محمد رحيم عودته إلى الساحة الفنية بشكل مفاجئ بعد اعتزال دام أسبوعين فقط. القرار جه بالرجوع بعد التفاعل الكبير من جمهوره بعد ما شارك فيديو عبر حسابه على الفيسبوك وكتب: بكيت من كتر الإحساس اللي في الرسائل اللي بعتوها لي. أنا هرجع علشان خاطركوا انتوا بس، يا أعظم جمهور وعيلة في العالم. ربنا ما يحرمنيش منكم أبدا. أنا محظوظ بوجودكم في حياتي، وإن شاء الله هرجع بطاقة أكبر علشان أحاول أسعدكم بكل الطرق. تقريبا مفيش مطرب أو مطربة إلا وعنده أغنية من ألحان محمد رحيم فارقة معاه في مسيرته، وتعتبر علامة في تاريخه الغنائي. موهبة كبيرة وسايب أرشيف كبير من الألوان الغنائية، لدرجة إن أغلب الأغاني اللي سايبة أثر في ذكريات الواحد كان محمد رحيم جزء منها. وغلاوتك لعمرو دياب، وليه بيفكروني لمحيي، واحلف بالله لهيثم شاكر، وآية ليه لهشام عباس، وغيرها كتير. مش تشكيك في نوايا حد، بس ربع الناس اللي بتعيط على محمد رحيم دلوقتي ومنزلين صوره وشتاته معاهم وبيحكوا معاناته في حياته، لو كانوا اهتموا بيه كده وهو عايش ما كانش عاش مضغوط، وما كانش عاش مهموم بالشكل اللي اتقال انه كان سبب في وفاته. ليه الإنسان لازم يموت علشان يشوف التقدير؟ مش يمكن لو اتقدر وهو عايش كان على الأقل عايش مبسوط؟ محمد رحيم من مواليد 79، وبدأ مشواره الفني في سن صغير وكان عنده 19 سنة لما عمل أول ألحانه في ألبوم عمرو دياب عودوني، وكانت أغنية وغلاوتك. واستمر التعاون مع عمرو دياب في ألبوم أكتر واحد سنة 2001 من خلال لحن أغنية حبيبي ولا على باله. رحم الله الملحن الكبير محمد رحيم وأسكنه فسيح جناته.